انا ما حاسس بالله بالصدق. يعني بدي اتمنى الموضوع غير الفول السوداني ده ولا شيء. ده النقطة الثالثة. بس والله الولد دي الكلام مختلف تماما بس. لاننا ما هنتكلم عن الاكل والزراعة. المرة دي هنتكلم عن الفضاء فوق. لو سألتك أبغى حتة ممكن يوصل لها الفول السوداني، أكيد حتقول لي الدكان يا المطبخ أو الكثير كده قاعد تجبنا وناس فيه. بس الحقيقة حتصدموا، لأنه الفول السوداني ده مش الكون عديل كده. الحكاية دي حصلت سنة 1971 في رحلة أبولو 14. رائد الفضاء الأمريكي أعلان شيبة كان بيحب الفول السوداني وخراج يخل ما بيحبك منها أخونا الغالي. ولأنه ما قدر يفرقوا ناس، قرر إنه يشيلهم حبة فول سوداني وياخذوا ما في جيبه. والمفاجأة أعلان شيبة نزل خطواته على سطح القمر. حبة الفول السوداني هذه كانت في جيبه. يعني شنو؟ يعني أول حبة فول سوداني في التاريخ مجالها تمشي في تراب عالم تاني غير الأرض. بينما نحن لسه بنفكر بنناقش أخينا ده سوقنا لفوق خالص. وحبة الفول مشت عن الكون قبل ما تلف شوارع الدنيا ذات. علي الله كنت تتخيل يوم الفول السوداني يوصل مكانته ده.